السلام عليكم. النهارده هنعمل بسكوت الشاي السريع. مقاديره سهله وبسيطه زي ما حضراتكم شايفين. عندنا 3 كوبايات دقيق. هنعيره بنفس الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها. نص كوبايه زيت، نص كوبايه ميه، نص كوبايه سكر. هو بقى 3 كوبايات من زي دول. عندنا معلقه نشا. عندنا الثلاث حاجات دول. عندنا ربع معلقة ملح، نص معلقة بيكنج باودر، عندنا باكو فانيليا. يبقى عندنا 3 كوبايات دقيق على معلقة نشا، على ربع معلقة ملح، نص معلقة بيكنج باودر، معلقة او باكو فانيليا. هبتدي احط السكر بتاعي، نص كوباية سكر. كل المواد الجافة يعني وزعناها. هبتدي احط بقى نص كوباية الزيت زي ما انتم شايفين، ده السائل هي والمية. هبتدي احط نص كوباية المية تدريجيا، يعني احط كده نصهم واستنى شوية اقلب، لو احتاج احط تاني. مجرد ان انا مش بعجن، مجرد ان انا بدمج المكونات مع بعضها. ابتدي احط بقى المادة السائلة تاني. يبقى انا كده حطيت نص الكوباية كاملة. ابتدي بقى الم العجينة، وبعد كده بقى ابتدي اعملها بايدي. بعد ما لميت العجينة زي ما انتم شايفين، العجينة لا هي ملزقة ولا هي ناشفة. زي ما انتم شايفين حطينا عليها على وشها زيت، ونسيبها ترتاح قيمة نص ساعة زي ما انتم شايفين كده. بعد ما ارتاحت نص ساعة زي ما انتم شايفين، هبتدي بقى اخدها، هقسمها نصين. اعملها زي كده، والتانية اشيلها على جنب. ابتدي بقى احاول اعملها مستطيل او مدور زي ما انت عايزه. احط عليها كيس عشان ما تلزقش منك في النشابه. زي ما انتم شايفين كده حاطين عليها كيس، وابتدي افرد زي ما انتم شايفين كده. على قد ما نقدر نرققها قوي. زي ما انتم شايفين النار بقى بتكون 180، لازم يكون مفتوحه قبل كده اهوت. الشوايه تفتح على الهادي جدا، بتاخد 25 دقيقه، وعلى حسب الفرنه بتاعتك. يعني في فرنه بتبقى نارها بسيطه زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى اجيب الشوكه بتاعتي، رققناها خالص زي ما انتم شايفين. هنشيل الكيس اللي عليها. هبتدي بقى اقطعها بانتظام زي ما انتم شايفين كده. هبتدي اشوكها كده اهوت او كده اهوت. بنشوكها الاول عشان ما تقبش، يعني لازم البسكوته تبقى رقيقه زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى اقصها، هقسمها نصين زي ما انتم شايفين كده، في نصين، بدل ما تجيب بقى مسطره بالتقريب يعني.
وهنقسمها كده بالنص. عايزاها ايه مستطيله كده اهو، عايزاها مربعه تقسميها نصين، يعني الواحده متربعه. زي ما احنا شايفين كده اهي، واحطها على الصاج مدهون اهو. سهل يشيلها زي ما انتم شايفين كده، بحطها على الصاج، سيب مسافه صغيره. فايده التشويك ده ايه؟ ان هو ما يخليش البسكوته بتاعه الشاي تقب، تبقى ايه قاعده رقيقه زي ما انتم شايفين. حطها على النار. انا فاتحه فوق وتحت في الرف الاوسط ومهديه الشوايه خالص. وادي النص التاني. اعملوا بقى اشكال تانية مدور، طبعا البسكوت بيبقى ايه مدور ومستطيل. رققناه كده اهو زي ما انتم شايفين. ابتدي بقى ايه، عندي اي قطعات اهي ادي احطها في الصاج. طبعا ايه لازم اخرمها. ممكن اخرم كله زي ما انتم شايفين. وادي الصاج التاني. وزي ما شفتوا كده اهوت عملنا بسكوت الشاي في منتهى السهوله، والريحه بصراحه جنان، جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. وهو ايه متحمص زي ما انتم شايفين كده، وجميل. على قد ما تقدروا رققوا العجينه، رققوها قوي، وما نكترش البيكنج باودر عشان ما ينفش، ونخرمها كده عشان ما يعلاش. ويا رب تكون الوصفه سهله وبسيطه عليكم وتنال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.